ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ لين. النهارده هنعمل مع بعض كده فراولة المربى. فراولة المربى في البيت احسن من بره بكتير وبمراحل، ولا بقى فيها مواد حافظة ولا فيها الضرر اللي بقى موجود في ايامنا اللي ربنا ما يعلم بيها دي. هنعمل ايه؟ هنجيب 2 كيلو فراولة، كوبايتين سكر، نص ليمونة كبيرة. طبعا انا كانت الليمونة كبيرة فيها ما شاء الله مية كتير. وطبعا بحطهم على النار، واهم حاجه لما تغسلوا الفراوله انا مقطعتهاش عشان انا عايزه احس بقطع الفراوله في المربى. ما تخافوش لما تلاقوها عملت ميه وفوران والكلام ده، احنا بنقلب فيها كتير وبنخلي ايدينا فيها تمام. بس اهم حاجه ما تحطوش عليها ميه خالص خالص وهي على النار خالص، ما تجيبوش ميه ناحيتها. انتوا كمان ممكن تغسلوها وتصفوها وبعد كده تروحوا حاطينها على النار. تمام تمام. بعد كده احنا بنقعد نقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا بيبدأ بقى اللون بتاعها يتجانس كده، وبتبدأ بجد بتبقى خرافة. بتتحط على النار من ساعتين ل3 ساعات. تمام. وانتوا برضو انتوا بتبقوا شايفينها قصادكوا عاملة ازاي. يعني دي طبعا لسه خالص، لسه خفيفة جدا جدا. انا خليتها توصل تبقى كده مربى، نعمل بيها بقى كده سندوتشات للعيال وكيكات. كل اللي انتوا عايزينه بتعملوه. وبمناسبة عيد الأم أنا حابة أقول لكل أم كل سنة وهي طيبة. بجد أنا عرفت ان الأم دي بتتعب جدا جدا عشان خاطرنا، عشان خاطر اللي هي تعمل لنا كل حاجة، وممكن تمنع كل حاجة حلوة عن نفسها عشان توفرها لولادها. فبجد الأم دي حاجة كبيرة جدا جدا في مجتمعنا. كل أم يعني كل سنة وهي طيبة. وياريت كلنا نقول لأمهاتنا كل سنة وهم طيبين، ونعرف قيمة أمهاتنا كويس جدا جدا في حياتنا. مش هتعرفوا قيمة أمهاتكم غير لما انتوا تكونوا أمهات كمان. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.